يعني كل سنه وانت طيب صعب وكل سنه وانت طيب كمان عشان عيد فجت مناسبه وشه حلو. كابتن احمد الف مبروك. ربنا يخليك يا كيمو، الله يخليك وربنا يبارك فيك. والله كابتن بيزو وكابتن هيثم معايا، كابتن فاروق جعفر وكابتن هيثم فاروق. معلش ولا يهمك ولا يهمك. دوشه بس فمش مركز. معلش ولا يهمك. يعني مبروك النهارده، ماتش صعب، ظروف صعبه، الملعب صعب، لكن الحمد لله رجاله يعني قدرتوا في اخر دقيقتين ترجعوا تاني فرصه نادي الزمالك في الصعود لدوري المجموعات. ربنا يخليك ربنا يخليك. طبعا هو يعني حاجه لما بتيجي صعبه اعتقد بيبقى ليها بتبقى حاجه كويسه وحاجه بتبقى ليها طاقه مختلفه. فاعتقد ان النهارده الكل جهاز ولاعيبه وكله فعلا كان في روح من الجميع ان احنا نحقق الهدف وان احنا نصعد اعتقد الله فرح العربيه. مش مشكله كابتن احمد، معاك سامعينك. نعم انت حواليك دوشه بس احنا سامعين كويس. معلش هو خلاص اللعيبه بتنزل هم انت عارف بقى مبسوطين وكده. طيب كابتن احمد قول لي النهارده المباراه كان يعني فيها اكتر من سيناريو. الزمالك تقدم 1-0 وبعدين من خطأين كده ساذجين قدر فريق سان جورج يحرز هدفين، والزمالك في الشوط الثاني يعني من خلال متابعتنا للمباراه شفنا ان الزمالك مش محتاج يلعب كرة على الارض، يعني محتاج دايما من على الاطراف يلعب كور طويله، وشفنا مستر فيرا بيقدر يعمل تغييرات، احمد جعفر، احمد عيد، عبد الملك، حازم امام، وفعلا نجحت التغييرات دي اللي هي تقلب الجيم ونادي الزمالك يقدر يتعادل في نهايه المباراه. والله الحمد لله زي ما انت قلت احنا بدأنا بدايه قويه لان احنا كان ده الهدف من الاول، رغم طبعا يمكن الجو وصعوبه الجو ونقص الاكسجين والكلام ده كله، ولكن احنا الدوافع بتاعتنا كانت قويه ان احنا فعلا عايزين نكسب. اعتقد ان بدانا بدايه كويسه. للاسف زي ما انت قلت ان احنا اهديناهم هدفين، احنا اللي اهديناهم الهدفين باخطاء فعلا بسيطه ما خدناش بالنا. انما قدرنا بعد كده ان احنا نتغلبه، وزي ما انت قلت ان التغييرات اتعملت بشكل كويس. وده اللي فبيدل ان هو ده الفريق اللي لازم يحقق بطوله، ان يكون عنده البدائل اللي تقدر تنزل تعوض، مش بدائل كمان. احنا ما فيش فرق بين اللعيبه اساسي واحتياطي لان اللعيبه كلها دي بتشارك بصفه اساسيه، انما كل واحد بيبقى ليه دور وكل واحد بيبقى ليه الدور اللي في المباراه المعينه دي. اعتقد ان التغييرات الحمد لله يمكن حازم نزل ادى اداء كويس، نفس الحكايه جعفر، نفس الحكايه احمد عيد، كلنا بنكمل بعضينا. انما الاهم في الموضوع كله ان فعلا في روح قويه جدا جدا مننا كلاعيبه ان احنا فعلا عايزين نوصل، واعتقد ان احنا نستحق الوصول ده لان نادي الزمالك الموسم ده بيأدي اداء مميز. بنشتغل بشكل قوي، باين في الدوري، باين في بطولات ماتشات افريقيا، يمكن باستثناء الماتش اللي هو الاولاني اللي احنا اديناه هنا كان بشكل وحش، يمكن اللعيبه كلها ما ادتش بشكل كويس، انما الحمد لله قدرنا ان احنا نعوضه. طيب كابتن احمد عايزين نطمن على احمد سمير. احمد سمير اخباره ايه؟ والله الحمد لله احمد كلمونا دلوقتي يعني يمكن هو طلع على المستشفى كده، انما الامور تمام الحمد لله. هو ايه طيب الخبطه ايه عشان احنا ما شفناش في التلفزيون؟ الخبطه ايه؟ والله الخبطه تقريبا هي خبطه كانت في مناخيره تقريبا وكده، فهو بس يمكن الجو طبعا انت عارف مع نقص الاكسجين اللي موجود احنا الواحد يعني يمكن ممكن يكون ده اثر عليه شويه. انت عارف ممكن الواحد لما بيتخبط مناخيره بيدوخ في الجو العادي، انما كمان مع نقص يعني الحمد لله ما فيش ارتجاج. الدكتور مصطفى كلم الناس وطمن الكل ان الحمد لله الامور تمام. ما فيش ارتجاج ولا حاجه؟ نعم ما فيش ارتجاج؟ لا ما فيش. يعني انا ما اقدرش افيدك بالظبط، انما لا ما فيش حاجه. اعتقد ان احمد حتى يعني الدكتور مصطفى اتكلم وطمنهم في التليفون ان هو كويس الحمد لله، ما فيش اي حاجه خالص، وممكن شويه كده ان شاء الله تطمنوا عليه باذن الله. ان شاء الله هنكلمه. طيب حسيتوا بنقص الاكسجين النهارده في الملعب وانتوا بتلعبوا ولا لا؟ بص ده منطقي وده طبيعي، اصل يعني يمكن مهما حصل ومهما الجو كان باين غيامه ومطر وكده، هو طبيعي ان هي فيها نقص اكسجين. كمان من الماتش الوحيد اللي لعبته كان مع كابتن فاروق في 97 مع المنتخب كان في اثيوبيا، كان الكابتن فاروق المدير الفني للمنتخب. في نقص طبعا، ما فيش حاجه اسمها ما فيش، ولكن احنا النهارده دوافعنا قويه. يعني اللي مميز النهارده اللعيبه ونادي الزمالك النهارده ان احنا جايين فعلا عندنا دوافع ان احنا نتغلب على اي شيء يقابلنا. نقص اكسجين بقى، جو صعب، جو حر، احنا عايزين نتاهل، وده الحمد لله بان في الملعب.
حتى لياقتنا احنا يمكن طول ال 90 دقيقه طارق مصطفى احنا بنأدي بشكل قوي، ويعني اتغلبنا على نقص كتير، انما طبعا موجود ومأثر علينا طبعا في ادائنا. الحمد لله يا كابتن احمد، الف مبروك وترجعوا بالسلامه، وسلامنا لكل بعثه نادي الزمالك من اثيوبيا. هترجعوا بكره باذن الله ان شاء الله. احنا ان شاء الله الصبح باذن الله نكون موجودين ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن احمد، الف مبروك. طيب قبل ما نختم كلامنا على الزمالك كابتن كريم